ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله المحاضره الثامنه والاخيره في كورس اظهار بالفوتوشوب للماستر بلانز لطلاب او الناس اللي بتشتغل في الاربن واللاندسكيب. النهارده هنتكلم على تريكات كتير ومعلومات اول مره نقولها. هنتكلم عن حاجات بتسهل الوقت، حاجات بتخلي الافكتات تطلع احسن، وكمان هنتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نطلع اللوحه بالشكل ده باستخدام الفوتوشوب مره واحده. يلا بينا. دلوقتي لو خدت بالك هنا على المناطق الخضراء دي، هتلاقي انه انا عامل لير الجرين دي. خلاص، مديها حاجه اسمها انر جلو. خلاص، الانر جلو ده بيعمل ايه؟ بيخلي تحس ان في نغمشه كده على اطراف بتاعه الجرين. خلاص، فتيجي كده تبص عليه، ده شكله بيكون عامل كده. خلاص، انا بختار لون او درجه اغمق من الاخضر، بتاكد ان انا عامل ايدج، وببدأ أخلي الجرين بتاعي يبقى على حدود المنطقة الخضراء بتاعتي. خلاص كده، السايز ده بيزود المساحة، والشوك دي بيزود النعومة بتاعته. يعني لو أنا زودت الشوك ده هتلاقي إن هو بدأ يبقى خشن من الأطراف. خلاص كده، تمام. برضو بنقعد نلعب في الأوبشنز تحت دي لحد ما بتوصل لإحساس أنت شايف إن هو مرضي بالنسبة لك. أوكي، الخطوة اللي جاية إيه؟ إن أنا ببدأ أدوس أوكي. خلاص، وفي اللحظة دي دايما بنصح الناس ان هي تاخد نسخة من اللايرز بتاعتها. يعني مثلا وليكن تعمل شيفت كده وتدوس كنترول جي عشان تبقى معاها اللاير دي موجودة، تقدر ان هي تتحكم فيها. خلاص، ليه بقى؟ لان انا الخطوة اللي جاية هقوم جاي طبعا برضو ممكن احط البفر اللي هو ده، ممكن احطه هنا معاهم في نفس اللاير. خلاص، يبقى انا كده لاير الجرين، لاير الجرين كلها خلاص اهي بقت معايا. يعني حتى برضو دي ممكن نحطه هنا معاهم. خلاص، يبقى انا كده كل التلوين بقى موجود معايا في لاير. هعمل له كنترول جي كوبي يعني، وهقول له كنترول اي يعني ميرج، وهاجي هنا على فلتر، فلتر جاليري. هنا بقى دي التركايه شويه. لو جيت على فلتر جاليري، اوكي، هتلاقي انه في اوبشنز نقدر ان احنا نعملها. الاوبشنز دي بقى ايه اللي بتعمله لي؟ بتخلي لي الجرين ده او المناطق الخضراء دي اكن انا عملتها بالوان الزيت. واخد بالك انت اكني راسمها بالوان زيت. تمام، الافكت ده لطيف جدا. طب ازاي بنعمله؟ ركز كده معايا. انا عندي هنا افكتات. الافكتات دي لما انت بتحطها دايركتلي الصوره بتتغير. بمعنى دي الصوره اللي احنا مدخلينها من اللايرز. خلاص، في الارتستيك هتلاقي هنا عندي حاجه اسمها بينت هاوس. دي هتيجي عليها تدوس عليها كليك كده فتبدا تظهر لك هنا. خلاص، كل واحدة من دول هي عبارة عن افكت، لما بتضيفه بيبدأ ان هو يغير الصورة بتاعتك. دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي لك التلوين اكنه معمول كده في فرشة خشنة شوية. حتى وانا بسألك الفرشة دي انت عايزها تبقى الشاربنس بتاعها يعني تبقى قوية ولا تبقى ناعمة. خلاص، فانت هنا بتبدأ تظبط الاعداد بتاعتك. خلاص، بعد كده في حاجة اسمها اندر بينتنج. دي بتخلي لك اكنه الورقة اللي انت بترسم عليها اكنك بترسم على ورق مضلع كده. عارفين في الكلية كان بيبقى فيه انواع الورق، فيه مضلع ومحبب، فبيبدأ ان هو يخلي لك اللون اكنه ايه متسيح على بعضه كده. بعد كده في حاجة عندك اسمها الانجل ستروكس. دي اكنك جيت، اللي هي دي بالظبط كده، اكنك جيت كده وعملت تهشير على الرسمة، شايف، في اتجاه المعاكس. ففي الاخر بتلاقي انه الثري لايرز دول لما بيركبوا على بعض بيبدأ يديك إحساس إنه اللوحة دي معمولة بألوان زيت، وإنه الورق بتاعها خشن. بص الإفكت بتاعها جميل إزاي. فده الإفكت ده بنكون عايزين نعمله لأنه بنكون عايزين نقول مثلا إن إحنا ملونين بألوان زيتية شوية، عايزين ندي إفكت التسييح بشكل أحسن شوية. فده بيديك إفكت لطيف جدا. خلاص، فلما تدوس أوكي المفروض دلوقتي إنه الإفكتات دي هتبدأ تطبق على المشروع بتاعك بالشكل ده. فتبقى هي دي النتيجة اللي احنا بنوصل لها في الآخر، إنه بيبقى عندنا لاير. اللاير دي بتكون معمولة أكنها معمولة بألوان زيت. طبعا لو انت فكرت انك تعمل الكلام ده كله بالبرش هتاخد منك وقت كتير جدا جدا جدا.
خلاص. لكن احنا هنا في ثانية واحدة خلصنا كل المناطق الخضراء على طول. طب من ضمن الإفكتات برضو اللي الناس سألتني عليها، إنه ساعات بيبقى فيه في النجيلة كده نقط. نقط دي بتديك إحساس شوية إنه النجيلة معمولة بألوان، أو سوري معمولة مانوال يعني، خلاص كده. طب إزاي نعمل الموضوع ده؟ رقم واحد، بضيف لاير جديدة، بدوس برش، وبعد كده بتأكد إن أنا شغال بالبرش اللي هي الناعمة خالص. أوكي تمام. بعد كده ببدأ أعمل إيه بقى؟ ببدأ أخش شوية في الإعدادات، وباجي على حاجة اسمها السبيسنج بوسعه، باجي على السكاترنج ده اللي هو بيخلي فيه توزيعة كتير، وابدأ اوزعهم كده. تمام. وهبدأ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدأ ادوس كده بشكل، هتلاقي بيبدأ ينزل لي التنقيل بتاعي اهوت حوالين المنطقة اللي انا عايز اقويها بالشكل ده كده. اوكي، فده كده افكت ممكن ان احنا نقدر نعمله في المناطق الخضراء. كمان في افكت لطيف قوي، انه في العادي المناطق الخضراء دي ما بتبقاش ماشية بالظبط مع حدود الجرين اللي هي فيه. ساعات بتكون فيها زي اكنها معمولة في فري هاند كده، بيكون فيها زي نغمشة على الاطراف. فدي برضو هقدر اجي على الجرين دي واقول فلتر ديزرت واقول له ريبل. خلاص. المفروض شايفين بيبدأ يخلي لي الاطراف بتاعة الجرين فيها سنس شوية ان هي داخلة وطالعة لجوه. اتأكد ان اعمل دي لارج، وواحدة واحدة كده اخلي دي آه، مع زايدة بس مش قوي عشان ما تبوظليش النتيجة بتاعتي في الاخر. فهبدأ اقللها شوية. اوكي بالشكل ده كده، وهدوس اوكي. اوكي، فهتلاقي في الاخر انه النتيجة بتاعتك بقى في خطوط طالعة من الجرين. لو انا جيت هنا عشان ابينها برضو، عملت لها ستروك كده، بعد كده رحت جاي دايس اوتسايد، ورحت مقلل شوية ده. اوكي، ورحت مثلا جايب لون اسود. شايفين بدأ يديني احساس انه المناطق الخضراء بتاعتي فيها سنس شوية بالفري هاند معمولة. دي طبعا بنعملها لما بنكون عايزين نشتغل بإحساس شوية في فري هاند، أو إن أنت راسم الرسمة دي سكتشي، أو بتسلمها في مرحلة السكتشنج يعني. خلاص. فأنا دلوقتي عملت لون زيتي غامق شوية، وعليت الستروك بتاعي خليته 2 مثلا. خلاص. فبص كده الإحساس اللي بدأ يوصل لك إنه دي بقت معمولة أكنها فري هاند كده. وده الإحساس اللي إحنا عايزين نوصل له في الآخر. حاجة برضو من التريكات اللي إحنا بنستخدمها، ودي حاجة متعلقة شوية باللايرز. لو أنا مثلا عندي لاير دلوقتي مثلا سميتها تري، خلاص، و اللاير التري دي رحت جيت مثلا على برش، خلاص، وليكن مثلا قافل هنا لايرز الشجر، خلينا مثلا نحطهم فوق. لو انا مثلا جيت خدت الشجرة دي كده، خلاص، رايت كليك لاير فيها كات، خلاص، خدتها في لاير لوحدها. تمام. ولغيت عنها اي افكتات، مثلا ممكن اسيب الستروك مثلا. اوكي، رحت عامل لها ميرج. خلاص، دلوقتي بقى عندي لاير اسمها تري فيها الشجرة دي. خلاص اهي، اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. طب ايه هي التركية، او ايه هي الحاجة اللي احنا عايزين نتعلمها؟ لو انا جيت حولت دي ل convert to smart object، خلاص، وبعد كده بدأت ان انا اخد الشجرة واوزعها او كده. طبعا عايز اتكلم في حاجة، انه ده بينطبق على اي آه على اي حاجة يعني اوبجكت، سواء سايت فرنتشر او سواء مباني يعني. اي اوبجكت عندي جوه الفوتوشوب، لو انا خليت اللاير بتاعته سمارت اوبجكت، بقدر ان انا اجي استخدمها مثلا بعد كده. ايه الميزة في السمارت اوبجكت بقى؟ لو انا جيت هنا دوست دبل كليك على السمارت اوبجكت ده، ورحت هيفتح لي قائمة جديدة كده، او هينقل لي الفايل بتاعي في فولدر جديد. رحت مثلا قلت له انا عايز اغير لون الشجرة دي، اخليه مثلا لون آه، احمر مثلا كده ولا حاجة. خلاص، ودوست اوكي، ودوست كنترول اس، ورجعت تاني على الفايل بتاعي.
هتلاقي ان كل الشجر اللي كان موجود اتغير. لا تاني، يعني بص كده، انا دوست دبل كليك وجيت مثلا يعني رحت راسم في نص الدايره دي آم، نقطه مثلا. قفلت بس الاوبشنز دي كلها، رحت مثلا جاي كده ورحت حاطط في نص الدايره دي شجره نقطه كده، بحيث ان هو يقول لي مثلا ان ده السنتر بتاع الشجره. وعدلت فيها شويه، رحت عامل خط كده مثلا مش عارف ايه، وقعدت احط فيها شويه نقط، ايا كان الافكتات اللي انت عملتها. آه انت اكنك عدلت في البلوك يعني خلاص. الم... الموضوع ده لو انت فكرت فيه شويه هتلاقي ان هو بيساوي او بيكوال يعني نفس فكره البلوك في الاوتوكاد. خلاص، انا بعدل دلوقتي اهوت في البلوك بتاع الشجره، وبدوس كنترول اس وبقفل. فهو اوتوماتيك بيبدأ يعمل ايه؟ بيبدأ يعدل لي كل العناصر اللي موجودة جوه الفوتوشوب بنفس الطريقة. خلاص كده. طب ده مثلا ممكن يعني الاوبشن ده ممكن مثلا نعمله في ايه؟ وليكن مثلا انت شغال في مشروع تخرج. خلاص كده، جميل جدا. وبعد كده انت مشروع التخرج ده مثلا مقسوم لكذا زون. خلاص، تعالوا مثلا ندي اكزامبل عشان تبقى الناس برضو ايه مستوعبة القصة. ماشي، لو انا دلوقتي جيت على الجرين ده، خلاص مش الجرين ده كله على لاير واحده. ماشي، انا مثلا قلت انه المنطقه اللي على اليمين دي انا هحط فيها شجر وتوزيع بلانتنج وكده. بس انا كل ما باجي بعمل كده الفايل بتاعي بيتقل قوي وبيهنج وبيضرب. خلاص، فانا عايز اشوف حل في الموضوع ده. فهقوم انا جاي مقسم المشروع بتاعي لزونز. هقول مثلا ده زون 1. اوكي، بعد كده ده زون 1، وبعد كده التاني ده كله مثلا زون 2 مثلا يعني. خلاص، يبقى انا بقى عندي زون 1 وعندي زون 2. دي اللاندسكيب بتاعي. خلاص، باجي بعمل ايه؟ باجي بقول رايت كليك، خلاص كده convert to smart object. حلو، ماشي. والتاني برضو هسميه زون 2 واقول له رايت كليك convert to smart object. خلاص، جميل جدا. دلوقتي بقى كل واحد فيهم هما الاتنين على لاير لوحده، وكمان اقدر اتحكم فيهم. طب ايه الفكره بقى يا باشمهندس؟ لو انا دوست دبل كليك على زون 1 ده، خلاص هيفتحوا لي هنا في فايل جديد لوحده خالص خالص، ملوش اي علاقه بالمشروع بتاعي. خلاص كده. وهاجي مثلا اقول ايه، اقول والله طب انا عايز اوزع فيه شجر. فهاجي على شجره مثلا من دول كده، وهاخدها يعني هاجي كده على لير الشجر، سوري. خلاص، واخدها عندي في الفايل بتاعي، وابدا اقول ايه، ابدا اقول انا هبدا اتعامل مع الجزء ده لوحده. طب ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده لانه الفايل بتاعي من كتر ما انا بستخدم فيه لايرز بدا ان هو يهنج. اوكي، وبالتالي انا محتاج افصل المشروع لكذا لاير. فانا بدات هنا اعمل ايه، بدات اجيب الشجره دي، وبدات ان انا اغير حتى اللون بتاعها، اخليها اغمق شويه، مش عارف اخليها مصفر اكتر، تمام كده. وبعد كده بدات اتعامل معاه عادي خالص، معامله ان انا بوزع شجر. خلاص، هاجي مثلا اوزع الشجر بتاعي على فترات. اوكي، مثلا على سبيل المثال بالشكل ده كده. خلاص، فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بقى عندي لاير الشجر موجوده بتتوزع عادي خالص على الزون ده. بس الفكره كلها دلوقتي لما اجي اوقف، خلاص كده، وليكن مثلا هعمل دروب شادو كمان، تمام، كل حاجه مظبوطه، ودوست كنترول اس. اوكي، وقفلت. دلوقتي بقى عندي زون 1 اللي هو ده بقى جواه الشجر. طب باشمهندس ماشي يا فرحتي، انا عايز اعدل بقى في الشجر ده، هعمل ايه؟ ما انت انا دلوقتي ما عنديش امكانيه ان انا اعدل. قدامك تو اوبشنز، قدامك تو اوبشنز عشان تعدل الشجر ده، رغم ان هو قدامك في فايل ما فيهوش لايرز. الحل الاولاني ان انت تدوس دبل كليك، فهيبدا يوديك للفايل اللي انت اوريدي كنت فاصله، فتبدا ان انت تيجي تعدل اي تعديل انت عايزه. انا مثلا عايز الغي الاثنين دول. اوكي، خلاص لغيتهم يا سيدي. ادوس كنترول دي عشان اشيل السلكشن، وادوس كنترول اس عشان اسيف. لما تيجي ترجع تاني هتلاقيهم ان هم اتمسحوا. اوكي، فالفكره دلوقتي كلها فين؟ في انه الفايل بتاعي بقى اخف. ليه؟ لان اللايرز فيه قلت، ما بقتش كتيره. خلاص، فدي اول معلومه. طب
ايه الميزه التانية او ايه التركات التانية اللي ممكن اعملها؟ انا ممكن اجي على الفايل ده، ولو انا خلاص بقى المشروع خلص وعايز احول كل الفايل للايرز، بدوس عليه رايت كليك، وبعد كده بقول له بص بقى كده ركز معايا في دي، هتلاقي عندك حاجه اسمها convert to layers. خلاص، يعني حول لي السمارت اوبجكت ده، بدل ما هو معمول له ميرج كده وفايل واحد، لا خليهولي رجعهولي تاني لايرز. فبيبدا ان هو يخرجه لك كجروب، وبعد كده يبدا يقول لك اوكي ادي اللاير بتاعتك منفصله، وادي الزون بتاعك منفصل. طب ده حلو في ايه؟ حلو في انه انا بعد ما بخلص شغل والفايل بقى خفيف، اقدر ان انا اطلع منه لايرز مره تانية. اوكي، يبقى انا دلوقتي لو جيت على ده رايت كليك وعملت له convert to smart object، هيبقى لاير واحده. خلاص، اخش جواه دبل كليك اعدل فيه، او اقدر اقول له رايت كليك convert to layers. يبقى لو انا الجهاز بتاعي بدأ يهنج مني، اقدر احول كل اللايرز بتاعتي ل سمارت اوبجكتس، فاللايرز تخف، وبعد كده الفايل بتاعي يخف. خلاص كده. اوكي، نيجي على التركاية كمان من التركات اللي احنا بنتكلم فيها. دلوقتي المشروع بتاعك وانت شغال فيه تقيل جدا، وبقى تقيل قوي 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 قوي، وانت حابب ان انت ترفعه او تبعته لحد من زمايلك، او تاخده على فلاشة او ايا كان. خلاص، فتعالوا دلوقتي نعمل تجربة. انا هاجي هنا اقول فايل. خلاص، انا دلوقتي فاتح كل اللايرز، يعني الفايل مفتوح كله، يعني شغال، بقفل اللايرز بفتح لايرز، يعني الموضوع بالنسبه لي شغال بكل اللايرز بتاعتي يعني. خلاص، فانا هاجي هنا اعمل ايه؟ حتى كمان خلينا نفتح لاير التريز، ونخليها مثلا فوق عشان برضو تبقى باينه ان كل اللايرز بتاعتنا موجوده. خلاص، فهاجي على كل دول واقول لهم كده. خلاص، ماشي. طبعا انا عشان اطلع اللايرز كلها فوق مره واحده، دي برضو ممكن تكون تريكايه ما قلتهاش يعني. لو انا عندي لاير اهيت كده، بدوس كنترول شيفت، وبدوس على علامة القوس اللي هو بيعلي وبيصغر وبيكبر البرش، فيطلعها لي فوق او ينزلها لي تحت خالص. اوكي، عشان بس الناس تبقى عارفة. يعني انا دوست السهم اللي هو القوس اليمين مع مع الشيفت والكنترول بيطلعها لي فوق، ولو دوست تحت بينزلها لي تحت خالص. اوكي. اوكي، انا دلوقتي عندي الفايل اهوت زي ما قلنا كبير قوي ومليان، فادوس فايل سيف از. خلاص، وليكن مثلا هاجي واقول له سيف. اوكي، فلما تيجي دلوقتي تبص مثلا على الفايل بتاعنا، اوكي، هتلاقي ان مساحته كام؟ 200 258 ميجا بايت. خلاص، طب ماشي، انا يعني هفترض معاك ان الفايل كده تقيل. طبعا لو تقيل ممكن يوصل لجيجا مثلا، بس يعني فرضا ان ده هيبقى تقيل. طب انت عايز تخففه او عايز تبعته لحد من غير ما نخسر كواليتي او نعمل اي حاجه يعني، في اوبشن احنا قلنا من دقيقه واحده ان احنا نحول اللايرز بتاعتنا لسمارت اوبجكت. في اوبشن تاني ابسط شويه، ان انا هاجي ادوس شيفت على اول لاير تحت، وادوس طبعا لسه ضاغط شيفت، وادوس على اول لاير فعمل سيلكشن عليهم كلهم. بعد كده ادوس كنترول واو، فايه اللي يحصل؟ يقفل لي كل اللايرز مره واحده. اوكي، الخطوه اللي جايه ان انا هدوس كنترول اس، او بلاش ادوس كنترول اس، هدوس فايل سيف از، وهسميه بروجكت 2، يعني نسخه تانية، واقول له اوكي. اوكي، تمام كده. اوكي، لو هرجع تاني هلاقي انه اتنين ده بقى كام؟ بقى 217. وده كام؟ ده كان 260. يعني الفايل خف جدا، رغم ان انا معملتش اي حاجه غير ان انا قفلت اللايرز بس. طب تخيل بقى انت كمان عملت ميرج الجروبس، مسحت اللايرز اللي انت مش عايزها. يعني مثلا على سبيل المثال، في لايرز مثلا انا وليكن اللاير دي مثلا انا ما كنتش عايزها، او مش هحتاجها تاني، ما مش هعملها اكسبورت، همسحها. لايرز ملهاش لازمه هقفلها. خلاص، ساعات بيكون عندنا لايرز كتيره ما بنبقاش مستخدمينها. اوكي، طب لو انا كمان بدات اخفف وبدات اخلي كل مجموعه لاير مع بعض convert to smart object، هيخف اكتر واكتر. طب تمام كده. فدي معلومه حبيت اقولها عشان لو الناس بتحب تنقل الفايلات او ترفعها، وبتلاقي مشكله ان هي بتبقى تقيله، فالمساحه بتاعتك بتقل بنسبة محترمة يعني لما بتيجي تقفل لايرات. اوكي، فدي برضو تريك من التريكات اللي احنا بنستخدمها عشان ننقل الملفات بتاعتنا. اوكي، تريك برضو من التريكات اللي اتطلبت وهي مهمة جدا،
دلوقتي انا خلصت المشروع بتاعي وحابب ان انا اظهره للناس بطريقه مختلفه شويه، وليكن مثلا عايز اوريه ان هو بالليل شويه، خلاص كده، وان انا عندي لايتنج وعندي اناره، والاناره دي لازم ابينها وشكلها عامل ازاي وهكذا. خلاص، تعالوا كده نشوف الموضوع ده ازاي بنعمل له برزنتيشن. رقم واحد، تخيل معايا انه المشروع بتاعك دلوقتي ده المفروض ان هو الصبح، خلاص كده، وانا عايز اخليه بالليل. طب عشان اخليه بالليل طبيعي جدا ما يبقاش منور كده، فانا هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه هاجي على image adjustments، وبعد كده هاجي على حاجه اسمها color lookup. خلاص، هيظهر لي القائمه دي، هاجي اختار منها، ركز بقى معايا، حاجه اسمها مون لايت. ركز كده، شفت اللي حصل؟ حول لي الرسمه بتاعتي لايه؟ اكنها بالليل. تعالوا كده ناخد نسخه الاول من المشروع بتاعنا عشان يبقى عندنا واحد الصبح وواحد بالليل، يعني نشوفهم بعدين. هاجي هنا اقول له تاني image adjustments واقول له color lookup، واختار من اول واحده دي يا اما النايت فروم داي يا اما المون لايت. خلاص، الاتنين واحد يعني، تمام. وبعد كده بقول له اوكي. يبقى اول خطوه عملتها ان انا حولت الرسمه بتاعتي بالليل. طب انا عايز بقى انورها، بعمل ايه؟ بضيف لاير. اللاير دي بقى هي اللي ببدا استخدم فيها لاير الاضاءه. طب اول حاجه هعملها ان انا هختار الفرشه بتاعتي تبقى ناعمه، يعني تبقى اللي هي مش السوليد، لا تبقى السوفت. خلاص كده، مش الهارد، تبقى السوفت. بعد كده هوسع المسافات بتاعتها عشان لو انا هوزع عواميد نور ولا حاجه يبقى عندي مساحه ان انا اقدر اعمل كده. لو انا مش حابب ممكن اخليها عاديه خالص وانا احط الاضاءه بنفسي. جميل جدا. اتاكد ان انا عامل دي على اللون الابيض، ولو دوست ضغطه كده بدا يحط لي اللون الابيض بتاعي اهوت كده. بس في مشكله دلوقتي، انه اللون ده يعني لو الاضاءه المفروض بيشع منها شعاع كده او بيطلع منها نور يعني، لكن دي عباره عن نقطه. فالحل ايه دلوقتي؟ ركز بقى معايا، هاجي على اللاير دي وهبدا احط لها شويه افكتات. فهاجي هنا على حاجه اسمها اوتر جلو. اوتر جلو دي لما بتدوسها بص كده بيبدا ان هو يديك احساس انه لا، ده في اشعه بتطلع. خلاص، ببدا اتحكم في السايز، في الرينج. اوكي، بص كده اللي بيحصل، تحس ان انت بتنور منطقة اوسع من المنطقة اللي انت واقف فيها. اوكي، وبعد كده بتدوس اوكي. خلاص، بقى دلوقتي عندي اللاير بتاعتي اهي، تقدر ان انت تنور بيها. طب لو انا حسيت ان الاضاءة بتاعتي شديدة او حاسس ان هي اوفر شوية، بقدر ان انا باجي على الافكتات بتاعتي وباجي هنا وببدأ اقلل شوية السايز او اكبره شوية، الرينج ازوده اصغره، بحيث ان انا في الاخر اوصل لنتيجة تكون مرضية بالنسبة لي. خلاص كده، يبقى انا دلوقتي ببدأ اوزع مثلا الاضاءة بتاعتي اهي اكن دي عواميد نور، ببدأ اوزعها على المسار بتاعي، تمام اهوت بالشكل ده كده. وطبعا بتكمل طبعا وانت بتدوس كليك، تخيل يعني لو دوست ضغطة والضغطة تانية اكنك حطيت اتنين لير على بعض. خلاص كده، فده بيبقى الاحساس اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر، ان انا ببقى عايز انور المنطقه بتاعتي اهوت. حتى مثلا منطقه الحمام السباحه ممكن اجي احط لها اضاءه بالشكل ده كده. تمام، يبقى انا كده قدرت ان انا انور او ادي افكت لطيف جدا للاضاءه. تمام. طبعا انا هنا عامل اللاير بتاعتي دي نورمال، في ناس بقى ممكن تبدا تلعب شويه في الموضوع ده، فكل افكتس هيديك نتيجه مختلفه. خلاص كده، بس يعني ما بيختلفوش قوي. هنا مثلا ده اختلف شويه، كالر دوج ده اختلف في ايه؟ انه لما انت جيت تحط الاضاءه بتاعتك على الميه، بص كده، خدت لون لبني، وده ميك سنس شويه. تمام كده، فانا هاجي هنا اهوت اكمل. برضو زي ما قلت لك، انت في ايدك ان انت تختار اي واحده من دول، بس يعني انا بشتغل بالنورمال، فهي بتبقى تشتغل معايا بشكل لطيف، يعني ما بيحصليش اي مشكله لو انا استخدمتها. الهارد ميكس دي لطيفه قوي، ان هي بتبدا تديك احساس شويه انه ايه، اكن اللون بتاعك ده لما بينزل في الميه لونه بيتغير طبيعي، لانه الاضاءه في الميه بتبقى لونها واخد لون لبني عشان هي تحت الميه. فممكن تستخدم الهارد ميكس عشان يبدا يدمج لك الالوان بتاعتك. لو انت بتحط اضاءه في حمام السباحه مثلا، ان هو يبدا يخلي لك حمام السباحه منور اكنك بتنوره من تحت.
تمام. نفس النظام بقى، يعني لو انا فكرت معاكم كده في فكره، انه لو انا مثلا المبنى بتاعي ده حواليه ليد لايت، فانا هاجي بعمل ايه؟ بدوس كده وادوس شيفت، فبيبدا ان هو ينور لي المبنى بتاعي. واخد بالك انت اكن المبنى فيه اضاءه. طبعا يعني ايه الصح في الموضوع ده، عشان دي بقت فاقعه قوي، ان احنا دايما نفصل كل نوع اضاءه على لير لوحده. خلاص، فانا هاجي اعمل كده وادوس ديليت. بص كده، لو انا خدت نفس الافكتات دي كوبي وعملت لير جديده وعملت لها بيست، خلاص كده، وبدات اعمل مثلا الجزء ده ان هو ده كده فاقع، صح؟ لو انا دوست هنا بقى بدات اتحكم شويه في الاوباسيتي، اتحكم شويه في الرينج، ما يبقاش منور قوي كده. السايز، يعني دايما حاول تفصل كل نوع على لير لوحده عشان تقدر تتحكم فيه لوحده. فمثلا الإضاءة بتاعت الشوارع هتبقى على لير لوحدها، إضاءة المباني على لير لوحدها. أنا مثلا المبنى ده أهو، شايف كده يديك إحساس منطقي أكتر. لو أنا مثلا حابب إن أنا أعمل ليد في المبنى، أو عايز أبرز المبنى بتاعي إن هو منور أو حاجة، فشايف بالطريقة دي أكنك كده مركب فيه ليد لايت، وبيبدأ إن هو ينور زي ما أنت عايز، وتقدر تتحكم فيه بكل أريحية بدل هو على لير منفصلة. أما لير الشوارع أو لير العناصر التانية بتبقى يفضل تبقى على لير تانية لوحدها. من ضمن برضو استخدامات الإضاءة دي، إن أنا مثلا ممكن يبقى عندي يافطة أو عندي سلوجن أو عندي لوجو مثلا. لو دي مثلا في بوابة مثلا للمبنى هنا ولا حاجة، ببدأ إن أنا باجي بأكد الشكل بتاعها باستخدام الإضاءة بتاعتي. فمثلا باجي أقول والله إنه هنا دي البوابة، فالبوابة دي طبعا منورة، فممكن يبقى عندي هنا شكل بالطريقة دي كده. طبعا احنا بنتكلم زي ما بقولك بالليل كإفكتات بالليل، يعني الصبح بقى هتلاقي كل ده سوليد كولرز عادي خالص مثلا يعني. فانت كده فهمت ان انا عندي هنا جزء منور او ايا كان. خلاص. بنستخدمها برضو لما بنحب نعمل اضاءة للشجر. يعني لو انا عندي شجر وفرضا انا عايز الونه او اديله اضاءة، فطبعا احنا عارفين كلنا ان احنا بنيجي بندي الشجر حاجة اسمها ابلايت. الابلايت ده يعني اضاءة بتبقى محطوطة من تحت الشجر. فطبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا وانا بحط الاضاءة دي اخد بالي ان هي تبقى جنب الشجرة. طبعا انا هنا حاطط شرابس بس بحطها من تحت الشجرة كده بحيث ان هي تبقى منورة الشجرة بشكل ما. خلاص. فده هو الطريقة ببساطة شديدة جدا اللي أنا بستخدمها، يعني عشان ألون بيها أو أدي بيها إحساس إن أنا عندي أجزاء منورة في اللي أوت. دي برضو تريك من التريك المطلوبة جدا أو اللي الناس طلبتها في اللي أوت بتاعها. من ضمن التريكات التانية برضو اللي احنا بنستخدمها في الفوتوشوب، وهي متعلقة شوية باللايرز، كنا اتكلمنا عنها قبل كده. نوهنا ان احنا لما بنشتغل يفضل ان احنا ندي كل لاير كلر يكون مناسب او بيعبر عنها. فانا مثلا لما بيعجبني لاير بقول ان انا عايز احطها في اللون الازرق. طب الموضوع ده كان بيفرق في ايه؟ بيفرق ان انا لما جيت هنا عملت لو ركزنا في القائمة اللي فوق دي هنلاقي عندنا حاجة اسمها فلتر. الفلتر ده بيقول لك انت عايز تعمل فلتر بانهي صفة، فانا بقول له بالكلر مثلا. وبعد كده ببدأ ابص، فلاقي انه بيسألني طب انت عايز الكلر ده يبقى انهي لون، فبقول له اللون الازرق. فبص، بدأ ان هو يخلي لي اللي موجودين في اللايرز بس هو اللون الازرق اللي انا كنت عامله قبل كده. طب ده مهم في ايه؟ مهم في ان انا اقدر اعمل له سيلكشن زي ما انا عايز. خلاص. بعد كده اقدر اقفل الفلتر. في الحالة دي بص، اي لون ازرق في اللايرز بقى معمول له سيلكشن. يعني انا لو عندي المشروع كبر مني قوي وبدأت اعمل لايرز وكل لاير بقت واخدة لون او كده، اقدر في الاخر ان انا اتحكم فيهم. طب ازاي اتحكم فيهم دلوقتي؟ سهلة، ممكن ادوس كنترول جي بيحطهم لي في وان لاير. خلاص، اقدر اطفيهم وافتحهم. خلاص. اقدر كمان ان انا امسحهم مرة واحدة، اقدر اطلعهم كلهم فوق. يعني مثلا دلوقتي لو انا عايز اقول له اختار لي اللون الازرق واعمل لي فلتر، خلاص احط، هدوس كده شيفت ارجع الفلتر، ادوس كنترول شيفت واطلعهم لفوق. فايه اللي حصل؟ كل اللايرز اللي انا عامل سيلكشن طلعت لفوق خالص. فده بيسهل عليك شويه الورك فلو بتاعك. تمام. حاجه كمان مهمه من ضمن الحاجات،
ودي كتير جدا مننا بيقع فيها. كم مرة وانت بتيجي تعمل سيف بيظهر لك رسالة ان يقول لك there is no enough RAM memory، يعني مفيش مساحة في الرامات بتاعتك عشان نقدر نسيب لك الفايل. طب المشكلة دي طبعا بتبقى مشكلة كبيرة، لأن أنت بتكون خلاص على وشك إنك تعمل سيف از وتسلم المشروع بتاعك، لكن بتكتشف إنه أنا مش عارف أسيب الفايل. فالمشكلة دي حلها إيه؟ رقم واحد ندوس هنا edit preferences، بعد كده ندوس general. خلاص. كل لابتوب أو جهاز من عندنا المفروض بيستخدم رامات في الجهاز بتاعه. فاحنا مثلا عندنا الرامات بتاعتك ممكن تكون 8 16 32، وطبعا يعني يفضل اكيد كل ما كان اعلى كل ما كان احسن يعني. بس خلينا نتكلم ان جنرال، انه عندنا دايما في حاجه اسمها البرفورمانس. بيرفورمانس يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الجهاز بتاعي ده بيستخدم قد ايه من الرامات اللي موجوده في الجهاز. خلاص كده. فهنا الديفولت بتاعك بيجي ب70. تمام. والرقم ده انا بحسه قليل بعض الاحيان، لانه انت عندك لو الرامات بتاعتك اكتر من كده، تمام، فانت الاحسن انك تستخدم نسبة اكبر شوية وليكن 80% منها، عشان يبقى الفوتوشوب بتاعك الاداء بتاعه اسرع، يفتح اسرع، يقدر يفتح المشاريع بشكل اسرع في الوقت، وكمان يقدر في اخر السيف ان هو يسيب لك الفايل بتاعك. اوكي، فانا بخليها 80 او في الرينج ده. اوكي. برضو حاجة مهمة جدا، ودي نقطة كتير بيغفل فيها، انك بتيجي مثلا تعمل سيف يقول لك مفيش مساحة، فانت تكون مستغرب جدا ازاي مفيش مساحة، انا جهازي فيه مساحة. فالمشكلة هنا بتكون ان انت دايما بتكون شغال هنا، لو جينا على سكراتش ديسكس بتكون شغال على السي، وبتخلي السي دي هي اول واحدة، او ده الديفولت، يعني الجهاز بيخلي لك السي دي اول واحدة. لو جيت تاخد بالك هنا هتلاقي ان انا عندي السي فيها 10 جيجا بس. وطبعا السي ده احنا كلنا عارفين ان هو المكان اللي بنسيب فيه الفولدرز اللي هي الويندوز يعني. فيفضل انك تقفل التشيك عن السي وتخليها اخر واحده. كده الفوتوشوب هيقرأ انه المساحه اللي هو بيسيب فيها، اللي هو الاوتو ريكفر، اللي هو الفايلات الريكفري اللي هي بتكون باظت، بيسيبها اوتوماتيك. بدل ما يسيبها لك على السي هيسيبها لك على الاف والدي. اوكي. حاجة كمان من ضمن التريكات، لو انت عندك الفوتوشوب بتاعك جيت تعمل زوم ان بالسكرول ما بيرضاش يعني لازم تدوس الت. في اوبشن ممكن نفعله، لو جيت على تولز بعد كده على زوم وذ سكرول، لو فعلت الاوبشن ده هتلاقي ان هو بدأ يعمل زوم بالسكرول من غير ما تدوس الت. ودي حاجة بنحتاجها عشان نسرع الفايل هاندلنج. احنا قلنا اللي هو هنا بيعمل اوتو ريكفر للفايل بتاعك كل 5 10. ما يفضلش انك تعملها كل 5، عشان هيبقى الفايل بتاعك بطيء شوية. خليها وسط 10 15، عشان لو الفايل بتاعك ضرب تقدر تلاقي آخر 10 دقايق انت اشتغلتهم. وهكذا. اوكي، من ضمن برضو التريكات اللي بنحتاج ان احنا نستخدمها هي فكرة انه هو احنا ازاي اصلا بنكريت مكتبة او لايبراري او كده. الفكرة كلها بسيطة جدا. انت لما بيعجبك اي حاجة على الانترنت او على البنترست بتيجي تستخدمها، بس للاسف بيبقى عندك مشكله انه بتكون لو ريزوليوشن، بتكون الريزوليوشن بتاعتها ضعيفه جدا. طب المشكله دي حلها ايه؟ باختصار شديد جدا، انا ببدا اجيب البلوكات دي واعمل لها داونلود، او الصور دي واعمل لها داونلود، وببدا اعلي الريزوليوشن بتاعتها. طب ازاي بعمل كده؟ في ابلكيشن لطيف قوي بستخدمه اسمه اب سكيل. ده يعني ابلكيشن حلو قوي، بتقدر انك تدخل له الصوره وبيبدا ان هو يضربها لك في 5 اضعاف مساحتها. خلاص. فانا مثلا كان بيعجبني قوي الصوره بتاعت، طبعا واضح انه ما دام الصوره ما كفتش الفريم كله فمعنى كده ان هي لو ريزوليوشن. فانا عاجبني قوي الشجر اللي هو معمول بالرصاص ده، بس للاسف لو جيت استخدمه هلاقيه ضعيف جدا. فكل اللي بعمله ان انا باجي على الابلكيشن بتاعي، بسحب الصوره جوه. تمام. واضح جدا ان هي لو ريزوليوشن دلوقتي. خلاص كده بختار المكان اللي المفروض هتطلع لي فيه، وليكن مثلا انا هختار المكان ده، و بس بقول له اب سكيل. فكل اللي بيعمله ان هو بيبدا يحمل. لما نيجي نبص دلوقتي هتلاقي هي دي النتيجه بتاعتنا. شايف الفرق؟ كان عندي الشجر بالشكل ده ودلوقتي بقى بالشكل ده.
في الحالة دي بكل سهولة جدا اقدر اعمل له سيف وارجع استخدمه عادي خالص. هتلاقي عندي الشجر اهوت، الفايل ده شايف دلوقتي بقى واخد كل الفريم بتاعي بكل بساطة اقدر ان انا استخدمه عندي كبلوكات. من ضمن التريكات برضو اللي بنستخدمها فكرة انه انا دلوقتي عندي شارع او عندي مسار او ايا كان، وحابب ان انا اوزع عليه شجر يمين وشمال، بس عايز الموضوع يبقى اسرع. يعني انا مش عايز اروح اجيب شجرة وليكن مثلا اي شجرة وابدا بقى ايه اوزعها. يعني حتى الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده هي برضو ستيل هتبقى بالنسبة لك طرق مش سريعة. يعني انا لو جبت شجرة وبعد كده رحت جاي ودوست الت وبدأت ان انا حتى اخدها كوبي، برضو مش احسن حاجة. لو انا خدتها بالبراش ميكسر تول اللي احنا اتعلمناها قبل كده وجيت اعمل كده، برضو هتبقى بالنسبة لي هفضل اوزع مانيوال كل الشجر. طب لو انا عايز اوزع الموضوع ده بشكل اسرع اعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف. انا اول حاجة هاجي على الشارع اللي هو عايز اوزع عليه يمين وشمال الشجر، خلاص. بعد كده هدوس على الصورة بتاعته كنترول، خلاص كده، وادوس ام عشان يجي لي على السلكشن، ادوس رايت كليك ميك ورك باث وادوس اوكي. خلاص بدأ يعمل لي دلوقتي الطريق حواليه اكني رسمه بالبين تول. الخطوة اللي جاية هاجي على البرش، اوكي، وهختار بلوك الشجرة اللي انا عايزها واكبر المسافة ما بينهم زي ما انا عايز، وهاجي هنا اتأكد انه مقاس الشجرة تمام، مقاس مظبوط، مقاس مظبوط تمام كده. يعني السكيل بتاعه مظبوط مثلا 5 أو 4 متر. بعد كده هعمل لاير جديدة وهدوس حرف البي اللي هو بتاع البين تول وادوس رايت كليك ستروك باث. هيقول لي انت عايز تستخدم ايه، هقول له البرش وادوس اوكي. تمام. في اللحظة دي بص كده، لو دوست ستروك عملت اللون لونه اسود عشان البرش تنزل لون اسود، دوست اوكي. في اللحظة دي هتلاقي انه المسار كله او الطريق كله اتوزع عليه شجر بشكل لحظي، كل الشجر اتوزع مرة واحدة. طب انا حابب ابدا الون الشجر ده، فهدوس سيلكشن واتاكد ان انا قافل سامبل اول لايرز، ادوس ضغطه بره السيلكشن او بره الشجر، ادوس كنترول شيفت اي، وبعد كده اجي على لاير جديده اختار لون اخضر والون الشجر بتاعي باللون الاخضر. خلاص كده كل الشجر اتلون. ضغطه زرار واحده ابدا اعمل دروب شادو عشان ارمي الظل للاشجار بتاعتي، وممكن اعمل انر شادو عشان ابدا اعمل ظل داخلي للشجره بحيث ان هي تكون بالشكل ده، واقدر اقلل الفيل بتاعها عشان ابدا ابين اللي تحت الشجر بالشكل ده كده. تمام. يبقى انا دلوقتي في لحظه واحده لو انا شغال في مشروع اسكان او مشروع تخطيط وعايز اوزع شجر بشكل سريع جدا، بكل بساطه هقدر اوزعه في لحظه واحده. تمام. طبعا بعد ما بتخلص ساعات بقى بيحتاج انك تعمل شويه تعديلات صغيره كده في هاجي بعمل سيلكشن وهبدا امسح الحاجات اللي فيها مشاكل فرعيه زي كده، وهبدا امسحها من التلوين ومن اللون بتاع الشجر. خلاص يبقى انا كده بقى عندي الشجر اهوت، حتى لو قفلت لير التفاصيل بقى عندي الشجر مرسوم وبعمل له ظل بشكل احترافي جدا وسريع جدا. طبعا اقدر اطبق ده على كل المشروع. يعني لو انت طبعا هتعمل ديزاين وكده وبتاع ما بتبقاش احسن حاجه لان احنا بنحتاج نعمل تنوع في النباتات، فمش هينفع انك توحد نفس الشجره. بس لو انت شغال في مشروع تخطيط او مشروع اربن وعايز بس تقول ان هنا في شجر، فالحل ده بالنسبه لك هيبقى حل احسن بكتير. اوكي، من ضمن برضو التريكات اللطيفه جدا اللي ممكن نبدا نعملها، يعني لو احنا حابين ان احنا نخلي الستايل بتاعنا كله معمول اكنه الوان زيت والوان ميه بس طبعا انا خلاص وزعت الشجر بالطريقه اللي احنا قلناها من دقيقه وحابب بقى ان انا ابدا ادي الافكتات دي، فانا عملت ميرج. طبعا اتفقنا ان احنا بناخد كوبي عشان لو حصل اي حاجه، وباجي هنا على فلتر جاليري اتكلمنا عنها النهارده برضو، وباجي بحط بقى شويه افكتات كده على بعض. احنا اتفقنا ان البين داوبس دي مهمه جدا. بص بتديك افكت لطيف قوي 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 في موضوع ان انت اكنك عامل حاجه بالوان او بتكتشر كده.
لطيف جدا ان احنا ممكن يعني الانجل ستروك دي ممكن نقفلها. في حاجه حلوه قوي بقى ممكن نزودها، حاجه اسمها السبونج. السبونج دي بتعمل ايه بقى؟ بتخلي بتعمل تكتشر عشوائي كده في التلوين. خلاص، لو اقدر اتحكم فيها بان انا ازود البراش بتاعتي، اخلي السموث ده قليل. يعني الموضوع محتاج شويه تجربه منك انك تقعد تجربه، خلاص كده. بس بيديك افكت في الاخر لطيف قوي، انه تحس الحاجه مرسومه مش محطوطه كبلوك. خلاص. برضو الافكتات اللي هي بتاعت التكتشر بتدي ملمس حلو قوي للشجره، فبتبدا تغير من التكوين بتاعها، وبالتالي بتديك احساس احسن شويه ان انت راسم راسم البلوك ده بايدك، حتى تحس ان كل شجره متلونه بتلوين مختلف. الافكتات دي بتضيف للمشروع. بس بخلص وادوس اوكي. ده كان الشكل قبل، وده بعد. لو خدت بالك الموضوع مختلف تماما تماما. تحس ان الشجره 100% اتغيرت عن اللي كانت موجوده عليه. لحد هنا يكون الكورس انتهى. لحد هنا ان شاء الله هيكون كل المعلومات اللي انت هتحتاجها عشان تلون اي ماستر بلان موجودة معاك. كل اللي انت محتاجه انك دايما ترجع تشوف المحاضرات، تشوف التريكات، تشوف ازاي بنستخدم اللايرز، ازاي بنستخدم الالوان. اكيد المشاريع هتختلف، اكيد هقابلك مشاريع مختلفة، اكيد هتقابلك سكيل مختلف للمشاريع. بس الفكرة كلها هي في التولز وفي الخدمات اللي احنا بنقولها. كل دي حاجات انت لما بتتمرن عليها اكتر بتبدأ ايدك تتعود عليها. اختيارك للالوان مهم جدا، محاضرة اختيار الالوان مهمة جدا. اتمنى الناس كلها تكون استفادت في الكورس، وان شاء الله نشوفكم في كورسات قريبة بإذن الله. شكرا.